السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يا مساء الفل والجمال على الحلوين. النهارده هنعمل مع بعض اكله حلوه قوي، وهي احنا هنحول اللحمه بتاعه الطبيخ لشاورما طعمها يجنن وروعه. بس امشي ورايا في الخطوات واحده واحده. اول حاجه هنا جبت في الحله بتاعتي، حطيت شويه زيت صغيرين. تمام. وبعد كده هنبتدي نسلق اللحمه. انا بسلق اللحمه ازاي؟ بشوحها الاول، وبعد ما بشوحها بروح احط عليها شويه ميه سخنين. تمام. وبعد كده بروح كب المية، شوية المية السخنين دولت في الحوض. وبعد كده بعمل لها شوربة من مية بغلية جديدة. يبقى انا كده اسمي غسلت اللحمة بطريقة صحيحة، ان انا بنزل الريم بس بتاع اللحمة. تمام. وبعد كده حطيت بويلر المية السخنة، وجبت حبايتين فلفل، واحد الوان، واحدة خضرا وواحدة حمرا، وفلفل اخضر وبصلايه. تمام. قطعتهم، غسلتهم الاول غسله حلوه، وبعدين رحت مقطعاهم. ورحت بعد كده جايبه اللحمه بتاعتي بعد ما اتسلقت، قطعتها بالمقص، قصيتها بالمقص. تمام. بعد كده هروح جايبه اللي هو الفلفل الالوان والبصل والكلام الحلو والطبق الملون الجميل ده، واروح بعد كده نازله بيه في الحله. وانا اوريدي سلقه اللحمه. كل اللي انا هعمله ان انا هبتدي اقصها. في الاول انا قصيتها على كبير شويه، وبعد كده بعد ما نزلت في الخضار بتاعي بقيت اشوف بقى اللي هي القطعه الكبيره واروح اقصها على صغير. تمام. وبعد كده هروح محضره البهارات بتاعتي الحلوه الجميله، اللي هو الملح والفلفل وبهارات اللحمه والشطه. مزيج كده، ملح على فلفل على بهارات لحمه على شطه. ورحت حاطه شويه شوربه صغننين خالص 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 على اللحمه بتاعتي. وبعد كده رحت جايبه اللي هو الملح والفلفل الجميل ده، انا جايباه من اللي هي البهارات بتاعه الحاجه عرفه. بهارات حلوه قوي يا جماعه، جربوها. بس انا ما بجيبش كتير، انا جايبه بس 100 جرام من الفلفل. ورحت حاطه الملح والفلفل وبهارات اللحمه والشطه عشان تخلي اللحمه مشطشطه كده وطعمها جميل. خلاص، هنا كده اللحمه بتاعتي اهي خلصت. قصتها على صغير شويه، قصتها على اصغر كمان. وبعد كده رحت حطها في الطبق. بس انا كنت عامله جنب اللحمه دي طبق كوسه جميل قوي يا جماعه، تحفه. حتى كنت عامله حلقه قبل كده عن الكوسه، وكان طعمها في منتهى الجمال. البهارات بقى بتاعتي في الكوسه كانت كان ملح وفلفل وشويه شطه وشوربه اللحمه. شوربة اللحمة مع الكوسة وهي بتتسلق طعمها في منتهى الروعة. يعني يا ريت يبقى عندنا دايما شوربة لحمة ونخزن في اكياس من الشوربة دي، لان الشوربة دي في الاكل بيبقى طعمها جميل جدا. وبعد كده بدأت احط الطاجن بتاعي بتاع الكوسة جنبيه الشاورما بتاعة اللحمة، وكانت اكلة في منتهى الجمال. بس عايزه اقول لكم على حاجه، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان القناه تشتغل ويوصل لكم كل جديد. وجربوا الاكله دي هتعجبكم جدا، الكوسه مع شاورمه اللحمه.